إسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات. هذا التصريح يمكن كرر في هذه الأيام من شهر بواسطة أحد الوزراء الإسرائيليين، وقال إن خريطة إسرائيل هي الخريطة اللي كان حددها هرتزل في الأول أول ما بدأت الحركة الصهيونية، وهي تبتدي من فرع دمياط لغاية ما توصل إلى فعلا نهر الفرات، بتاخد سوريا وبتاخد لبنان وبتاخد الأردن وبتاخد أجزاء من السعودية. أيضا ديان قال يمكن بعد 67 إن إحنا حددنا حدود سنة 48، أنتم بتحددوا الحدود دلوقتي سنة 67، وعلى الأجيال القادمة أن تحقق الحدود المطلوبة حتى تتحقق دولة إسرائيل. هذه هي الحقيقة النوايا الإسرائيلية. كان من الواضح بعد العدوان أن هناك وجهة نظر غالبة تنادي بالتوسع وعدم إعادة الأرض المحتلة.